جايز دي فيديو عن ان دي الحلقه الرابعه غالبا من المراهقات. حلقه النهارده هيكون فيها حدث مهم جدا 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 ومميز جدا جدا للسلسله، وهو فرح ايمي ومحمد. فرح ايمي ومحمد. جهزوا معايا بقى وتحمسوا كده وتعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد. لو لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك او اشتراك في القناه عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا. بعد مرور اسبوع جبناكي بقى المكان ده بما ان فرحك النهارده. ايوه بقى يا عروسه. عروسه ايه بس؟ ايه المكان الغريب ده اصلا؟ كله وردي في وردي. الصراحه بحب اللون البينك. ايه بقى المكان ده؟ ده زي بيوتي سنتر يعني، هيظبطنا كلنا، هيطلعنا يعني باربيات. طب يلا نخش. اوكي يلا يا جماعه، يلا اهلا وسهلا، اتفضلوا. انتوا كلكم هتعملوا هنا ولا واحده بس؟ بالصلاه على النبي كله هيعمل كده، بس اهم حاجه توصي بعروستنا نيلي. فين عروسه؟ اوكي تمام. يعني انتوا كلكم عايزين ايه بقى بالظبط؟ شعر ولا ميك اب ولا كله ولا ايه؟ بصي انا بالصلاه على النبي عايزه كله، وانا كمان، بس بلاش شعر. اوكي على فكره احنا بنات في بنات عادي. ماشي. اتفضلوا. للاسف واحده فيكم هتضطر تقعد والتانية تستنى. انا هستنى. ماشي معلش بقى، نضطر ان احنا بس نشيل التاج ده عشان نعرف نعمل لك شعرك. انتي بس شعرك بسم الله ما شاء الله مش محتاج حاجه برضه، بس احنا هنظبطه. انتي نوع بشرتك ايه؟ دهنيه. اوكي انا هفتح لك في نفس الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام افندم. كنت عايزه اعمل شعري انا. احاسب دلوقتي ولا لما اخلص؟ لو حضرتك عايزه، هو اغلب الوقت يعني لما تخلص. ماشي. يعني يما الكرسي ده مريح قوي. السلام عليكم. يا لهوي، هو في ايه؟ كل ما استريح حد كده يطلع لي عايز ايه؟ ولا حاجه، عايز اعمل شعري. ماشي. طب اتفضل حضرتك، عايز ايه بقى؟ اقصره وادرجه واحلى وزلبطه؟ عايز ايه؟ في عندنا برضو صبغه، عايز صبغه، عندنا كوي، عندنا حرق، عندنا كل حاجه. انت بتقول ايه يا عمنا؟ لا انا عايزك بس يعني تظبطه، يعني تحط مثلا حاجه ترطبه كده يعني عشان هو متمرمط خالص. انت من مين بالظبط؟ مالكش دعوه. انت قصدك على التاج يعني عشان مش عارف اهو يلا انجز. حاضر يا استاذ، انا لازم برضه اخد راحتي عشان الحلاقه فن يعني، مش عن. ماشي اوكي. يعني انت عايزني اظبطه كده بالمقص؟ انا مش عايز اي شفرات في الشعر، لا ما كانت حلاقه ولا مقص ولا موس، انا مش عايز اي حاجه دي. انا عايز بس يعني تسرحه وتظبطها، تحط كريم بس، والنبي ابوس ايدك الاتنين اوعى تقصره او تعمل فيه اي حاجه، بلاش افتكاسات والنبي. عرفت اعملك ايه؟ لا والنبي ما تعرفش حاجه، عشان انا عريس ومش عايزه اروح هناك شكلي مزفت. اوكي كده مش هضطر ابتكر. ماشي بس بجد تسلم ايديكم. ايوه بجد الميك اب تحفه والسكين كير كان روعه بجد. انتوا بتستخدموا منتجات حلوه قوي. عيب عليكي بجد، انتي بجد ما تعرفيش الصالون ده مشهور قوي. ابقوا تعالوا تاني. ماشي. شفتي بقى انا قلت لك تعالي الصالون ده. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه تعمل لها 6:30. الفرح الساعه 8 وفستان الفرح لسه يعني اشتريته بس مش معايا دلوقتي. خلاص هشتريه مره تانية واخليه يجي على هنا. في هنا غرفه اغير فيها، في هنا كل حاجه. ماشي. في الساعه 7:30. انا بجد زعلانه ان احلى زباين جولنا خلاص هيمشوا.
كان نفسي تقعدوا معانا للابد والله بجد. يعني حاسه اني خايفه، حاسه ايدي بتترعش، مش عارفه، كاني رايحه ايفنت مهم يا جماعه، عادي فرح يعني. يلا بقى عشان ما يتاخرش ولا ايه؟ ماشي يلا باي باي باي. بس كده خلص. اوف اخيرا ساعه بتظبط لي شعري. امال لو قلت لك اعمل لي لوك، والله اللوك بياخد اقل يا ابني. ماشي روح حاسب بقى. محمد يا محمد، انا عارف بدل ما في ازعاج بره كده يبقى اصحابي. طب عشان خاطر انت عريس وكده مجانا انا اصلا ما عملتش اي حاجه في شعرك، انا بس سرحته وظبطته بس. لا والله لازم احاسب. لا ما خلاص مجانا، انا مسامح قشطه والله. ماشي. في ايه الشارع كله عارف ان اسمي محمد دلوقتي. ايه يلا ولا ايه؟ الساعه خلاص هتدق 8. المصريين كلهم عارفين ان العريس والعروسه بيجوا بعد ساعه من وقت الفرح. طب خلاص يعني هي خلاص زمانها جايه وانت خلاص خلصت، يعني لازم نروح كافيه ونتاخر يعني على معازيم؟ عادي يا حبيبي، نص معازيم احنا. روح طيب روح وانا ما توسع لنا يا عم انت، عايزين نقف. في ايه ده دول جم. التجمع ده كله عند الحلاق يا جماعه، الناس هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا ايه يعني؟ صبرني يا رب، بدل ما الطش كل واحد فيهم بالقلم. مش انتوا. يلا يا محمد خلاص يلا يا استاذ يلا قدامي. هم قالوا لنا ان هم يحصرونا، هو لو حصروا حد فهم حصروا اجدادهم مش حصرونا احنا. عندك حق اتاخروا قوي. عشت وشفت بنتي وهي خلاص هتتجوز النهارده. صوتك يا وليه، صوتك عالي. اهل العروسه دول مزعجين قوي. ما ده يا جماعه في ايه؟ برضه الناس فرحانه ان بنتهم هتتجوز. بنت بصي لازم تطبلي لنا والا هتطلعي بره عيلتنا. ده الاجواء حلوه قوي على البحر، على فكره البحر النهارده حلو. ايوه محمد مصممين تفضحوني. بص ياسر وهنا عمالين يضحكوا ازاي وينكتوا. يا عم خليك في حالك، الله يخليك شويه، يا بختك يا محمد شويه. بص ياسر واسمها ايه دي هنا عمالين يتكلموا. ماشي خليك في حالك. في ايه يا عم؟ بتكلم معاك عادي. اصل الصراحه انت بتستفزني. على فكره بقى انا اخدت بالي من حاجه، محمد ونيلي هم قاصدين على فكره هم قعدونا انا وانت في ترابيزه، والاتنين دول في ترابيزه، وياسر وهنا في ترابيزه، والعيله بقى بتاعتهم في ترابيزه. لا على فكره انا كنت قاعد مع محمد قبل ما هو يصمم وخططت معاه كل حاجه الصراحه من غيرك. فهو كان قصده الاساسي من الهدف ان هو الكرسيين دول ان انا ومنى نقعد هنا وانت ومشعر بني دي تقعدوا هناك وياسر وهنا يقعدوا هناك. وانت عايز نقعد مع مشعر بني دي لان اول ما اقول لها اسمي كده تديني بالقلم على وشي. الصراحه فعلا هي شكلها جبروت. على فكره حلوه قوي الموسيقى اللي شغاله دي، يعني لايقه كده وهاديه، الصراحه لايقه مع الاجواء. انت لسه شفتي حاجه؟ في موسيقى تانية احلى. ازاي يعني؟ ايوه بقى انا بحب التراك ده قوي. وانا ايوه بقى يا محمد علم عليهم. موسيقى راقيه ايه يا عم؟ احنا لنا في الشعب. انت بتحب المهرجانات؟ ايه القرف ده يا؟ لا الموسيقى الشعبي غير المهرجانات، المهرجانات ده كلام قرف، اما الموسيقى الشعبي دي يعني موسيقى الرجاله. اوف فكرتك بتسمع مهرجانات؟ انا بجد بكره القرف ده. وسعي بقى عشان عايزين نرقص في الدايره دي. نعم المفروض انا اصلا صاحبه الليله دي، انا اللي ارقص هنا انا وصاحباتي. تعالوا طفي القرف ده. لا وسعوا بقى كده. ولا تعالى لي هنا. انت مفكر
حاضر يا حبيبي، عشان خاطر انت بقى جامد ولد هتشغلنا بقى الاغاني الشعبي المعفنه بتاعتك دي. لا انت ما تعرفنيش، انت فكرني انا الطيبه المؤدبه. لا انا في مني الجانب الشرشوح. والله الشرشوح. فلم نفسك بقى ووسع كده انت واصحابك عشان دي ليلتنا. يلا يا بنات. هي دي بقى اللي عايز تتجوزها؟ الله يعينك مبدئيا. خلي بالك على نفسك كويس بقى، عشان لما تيجي تقولها تنشر الغسيل وتقول لها لا هترميك من البلكونه. في نهاية الفرح. بس والله البحر حلو قوي النهارده. ايوه بجد. يا بختك انت بيتك قدام البحر، لو عايزه تنزلي بحر هتنزلي في اي وقت، احنا اللي متمرمطين بس. يلا نزقهم. ماشي 1 2 3. حقونا يا جماعه. انتقمنا منكو، مش عايزين نشغل الموسيقى. طب اهو ماشي يا محمد، والله ما هسيبك. دي كده في الشارع مبلوله كده، ينفع كده؟ خلاص يا ستي بقى، اصلا اليوم خلاص يعني مش فارقه. لا فارقه، حسابك معايا والله. خلاص بقى، بقول لك كده جعانه قوي، اعمل لنا حاجه ناكلها. انا اللي اعمل؟ ايوه. مش عاجبك ولا ايه؟ انت اصلا مش هتفتني في البحر. ماشي خلاص. ايه ده ايه اللي جابهم؟ مش قلت لك هوريك؟ يعني ايه برضو؟ انا وصحباتي هنبات هنا، انت هتنام على الكنبه. انت عبيطه ولا انت بتهزري معايا؟ لا ما بهزرش، واطلع بره، وبعدين بعد الخبط والرزع ده كله طالع لي باندومي. انزل. ماشي انا انام على الكنبه. ماشي، دي عمرها ما حصلت في حياتي اصلا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، او دي كانت حلقه النهارده. يا رب يكون عجبكم. تحطوا لايك سبسكرايب القناه وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد. لو لسه لحد دلوقتي ما عملتوش لايك او اشتراك في القناه، وعشان برضو يجيلكم اشعار او منزل حلقه 5 من المراهقات. وبس كده، بحبكم يا بيبي، وتوحشوني اكتر. باي.